ما تيجي اقول لك فكره بنعيش فيها ازاي. والسادس ازاي معانا هي ازاي شجعت ريال مدريد. يلا بينا يلا بينا. في 2018 كان نهائي اوروبا بين ريال مدريد وليفربول، وكنا في كافيه اغلب مشجعين وبيشجعوا ريال مدريد. مشاعر الناس كانت مضطربه ما بين ريال مدريد وصلاح اللي في ليفربول ابنهم. ده لاحظت لما صلاح خد هجمه رقص واحد والتاني الناس بتهيج هي هي. صلاح حطها بشماله في المقص، الجون طلعها كله هي. انتوا بتشجعوا مين؟ الريال ولا الليفر؟ وحسموا لما الليفر جاب جون، وولد جنبي صغير قلت له الليفر، قال لي ريال، كان لابس الفانيلا، قلت له الليفر، قال لي ريال ريال ريال. ومن قبلها خروج صلاح بعد ما كتفه اتخلع من راموس، وكيريوس جونهم اللي كان كارثه، وجارس بيل اللي عمل ماتش عمره مع انه طول الموسم رجل زجاجي. الامور كانت واضحه بالنسبه لي على الاقل. عايز الريال يكسب، لكن صلاح يعمل كل مجهود، يجيب جونين وثلاثه ويعمل 50 فرصه ضايعه، يتشقلب. لكن في الاخر في ارث، قصه، تاريخ من الشغف بيقول ان الكاس ام اتنين ما يشيلهاش اتنين، ولكن واحد. بطل النهايه هو ريال مدريد الابيض الملكي. السؤال، اشمعنى ريال مدريد؟ ليه هو الفرقه اللي بتشجعها؟ حقيقي لغايه 2020 ما كنتش اعرف السبب الحقيقي. كنت فاكر اني بشجع ريال وخلاص، وانه مفيش سبب. ولكن في السنه دي كنت في الدبلوم التربوي، دكتور في علم النفس كان بيتكلم عن الارتباط الشرطي، وازاي مؤثر في تعليم الاطفال. ازاي لو طفل اتحرق بالنار وهو صغير مش هيقرب لها تاني. سامعك بتقول لي ايه العلاقه؟ العلاقه بالنسبه لي كبيره جدا، وهي انه في 2001 كنا بنزور طنط قريبتنا، وكان التلفزيون شغال على ماتش ريال مدريد وفي زيدان. كان عمري ساعتها 5 سنين. قدام التلفزيون كان في 3 افيال صغيرين كده، والمعلق قال لما زيدان جاب جون: زيدان سمين كالافيال يلدغ كالنحل، او الفراش، صدقني مش فاكر. اخيرا مدرب ليفربول يورجن كلوب بيقول الكورة اهم حاجة في الحاجات اللي مش مهمة. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.